طب عاملين ايه النهارده ان شاء الله؟ جمعت لكم حاجات اللي هي زي الفيديو اللي فات اللي عملناها بالاي اي، اللي هي بناء العضلات بالاي اي. وان شاء الله النهارده جمعتهم لكم كلهم في فيديو واحد طويل، يعني ان شاء الله يكون شامل كل حاجه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هتخش على تطبيق بيكس فيرس اللي انا قلت لك عليه الفيديو اللي فات. بعدين هنا هنجرب الحاجات. هو الاول بيديك ليميت في اليوم الواحد، عشان انا في الفيديو اللي فات ما قلتلكمش عن النقطة دي. هو بيديك ليميت 60 60 او 80 على حسب انت يعني كريدت كل يوم. تمام. بعدين هننزل بقى اول واحدة، هندوس على اول واحدة نجربها مع بعض. يفتح لي الصور، هاخد نفس الصورة دي. بعدين هدوس كرييت. طبعا عشان تقدر تستخدم كريدت اكتر ممكن تدخل اكتر من ايميل عشان يديك مثلا كل ايميل 60 او 80 كريدت. فانت كده هتقدر تعمل كتير يعني. وفي فيديوهات، يعني اغلب الفيديوهات بتاخد 20 كريدت، بس في فيديوهات تاني بتاخد 50 او اكتر يعني. طبعا هو خلص الفيديو، هندوس على علامة الايميل علامة الوش من تحت وهنشوفه يكون طلعوا ايه. طبعا اهو حلو ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات هتدوس على علامة السهم اللي نازل لتحت ده. بعدين هتدوس MP4 عشان ينزل فيديو زي ما بيقول لي داونلودينج. خلص داونلود. بعدين بوست. صح، هنا ممكن عندك في الصفحة ممكن تعمل بوست للفيديوهات اللي انت بتعملها. تمام. هتطلع بره ده، هتطلع دوس هنا. بعدين هنجرب التانية اللي هي رايد ماي بورش. هنا دي هيخليك تركب عربية بورش. تمام. أول حاجة هنختار الصورة. بعدين هتدوس كرييت. هنا طبعا بياخد 20 كريدت. في فيديوهات انا جربتها قبل كده كانت بتاخد 50 كريدت. فالفيديوهات دي بتبقى يعني فيديوهات عالية شوية، عشان كده بياخد منك نسبة اعلى. طبعا هو بيخلص الفيديو. لو عايز انت تشوف هو بيحمله، هتدوس على علامة الحساب بتاعك من تحت هنا اخر واحدة على اليمين. وبعدين هتلاقي بيحمل هنا اهو. خلصه. ندوس عليه. ركب الشخص ده عربية بورش يعني. تقدر تعمل فيديوهات براحتك خالص وتبهر بيها أصحابك أو عيلتك في البيت. بعدين هندوس على علامة التحميل و MP4 زي كل مرة. بعدين أنا مش هعمل بوست، هطلع هدوس هنا. بعدين برايفت ايربلين، انت هتركب طيارتك الخاصة. يعني بقيت تلاقي كورة بقى أو مشهور أو كده وعندك طيارتك الخاصة بقى وتركبها يعني. هدوس كرييت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بسم الله ما شاء الله، يعني شكرا على دعمكم الأيام اللي فاتت ليه. بعدين هندوس على علامة الحساب هنا تحت عشان نتابع. شايف اهو بيحمل 95 وصل كده. خلص. هيظهر لك رسالة من فوق انت لو انت هناك يعني. هندوس عليه نشوفه. طبعا ركبني الطيارة. ندوس هنا عشان نحمله. طبعا التطبيق ده بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك في اللي صنعه يعني، عشان انا مستخدمه من بقالي فترة والحمد لله جايب نتيجة قوية معايا يعني. الحمد لله. هنا هنخش. احنا جربنا دي الفيديو اللي فات. خلينا نجرب ايه، نجرب واحدة عشوائي كده. خلينا change my outfit دي. دي مثلا انت بتجيب صورة للبس انت عايز تلبسه. يعني مثلا هو بيجيب لك امثلة هنا، بس انت مثلا ممكن تخش على جوجل. تخش على جوجل تكتب outfit man for men. بعد ما يجيبهولك هتدوس على image. تختار اي outfit يطلعك براحتك يعني. هتصور اختار اي واحد براحتك. مثلا احنا نختار ده.
هتدوس عليه، هتستنى يفتح ويحسن لك جودة الصورة. بعد ما يخلص هتدوس عليها دوسة طويلة، هيظهر لك داونلود ايمج او شير ايمج. هتدوس داونلود ايمج عشان تتحمل عندك، هتدوس مرتين عشان تتأكد ان هي اتحملت عندك. طبعا انا دوست شير بس انا مش عايز اعملها شير. لو انت عايز عشان ساعات هنا بيعتبرك بتعمل كوبي يعني لما تدوس دوسة، فممكن تستخدم جوجل كروم عشان يبقى اسهل لك. يعني بص، جوجل كروم بيبقى اسهل بكتير في لما انت تدور على صور. outfit for men عشان حرسني قبل كده، هتدوس image، تنزل نشوف الطقم اللي احنا اخترناه اهو. بعدين هتدوس دوسة طويلة، هيظهر لك هنا كذا حاجة عشان جوجل كروم. لو دوست هنا داونلود ايمج هتدوس داونلود اجين، هيقولك اتحملت عندك، هتدوس داونلود اجين عشان يتأكد، عشان هو بنسبة كبيرة لما بيقولك داونلود دي ما بتبقاش نزلت عندك. تمام، هتلاقي الطقم اهو نزل، هتدوس عليه وهتختار انت الشخصية بتاعتك. انا هختار نفس الشخصية اللي بنعمل عليها التجارب. هندوس كرييت، يقولك هتستنى شوية وبعدين هيقولك your video is generating زي كل مرة. بعدين هنا في انواع كتير، ممكن كل واحد بقى يختار الشكل اللي هو عايزه. وفي ممكن لو دوست على علامة البيت دي هيجيب لك حاجات ناس عاملاها وعاملة لها بوست. يعني في فيديوهات ناس زينا اللي عملوها عملوا لها بوست، لما انت بتيجي بيجيب لك بوست ولا لا. هي ممكن انت تدوس وتستخدم اللي هم عملوا بيه يعني، براحتك، اي واحد براحتك انت اختاره واعمل بيه. تمام. هنا في الرسائل اللي بيجيب لك your video is ready مش عارف ايه، بس بيجيب لك notification من فوق عندك عشان يوريك لو انت كنت ما دخلتش على الرسائل. تمام، هتدوس عليه. الاول الصوت اتغير وبقى زي الصورة اللي احنا جبناها. ممكن تختار اي اوتفيت براحتك خالص، وهو هيستعمل نفس الطريقة اللي قلتلك عليها، هو هيعملهولك. هي البوست دي، شايف البوست دي، هو لما حد بيعمل بوست بيظهر هناك ورا. طبعا انت لو عايز تبدل ما بين الحسابات هتدوس على هنا، بعدين هتدوس على علامة اللي هي الدايرة اللي من فوق دي على الشمال، بعدين هتدوس لوج اوت اخر واحدة تحت بالاحمر، هتدوس كونفور كده طلع لك من الحساب ده. هتروح هتدوس لوج ان ويز ايميل. لو انت عايز تعمل حساب جديد هتدوس ساين اب، تكتب اسم ايميلك واسمك وباسورد، وتأكد باسورد مش باسورد الايميل، باسورد ليك انت في التطبيق عشان محدش يقدر يخش على حسابك. ماشي. لو انت عندك عملت حسابين قبل كده ممكن تدوس لوج ويز جوجل، بس ما يعني ما انصحكش بدي لان هو ساعات بيدخلك على الحساب اللي انت لسه طالع منيه عشان ده تبع جوجل برضو. ماشي. لو انت موبايلك اي او اس ابل يعني، ممكن تدوس لوج ويز ابل وتكمل تحط حسابك الاب بتاع الابل بتاعك. لو احنا هندوس مثلا ساين اب، هتكتب هنا مثلا ايميلك، هنختار الايميل ده مثلا، وبعدين هنكتب الباسورد. طبعا انت تكتب اي باسورد براحتك خالص، ده باسوردك انت في الحساب عشان محدش يقدر ياخده. بعد ما كتبنا الباسورد وكتبنا الايميل وكده بيقولك الاسم ده اتاخد قبل كده، يبقى انت تكتب اسم تاني. يعني مثلا نكتب حمزة، اي اسم براحتك يعني، اختار اي اسم. continue قالك برضو لسه متاخد. ممكن انت تسجل حروف، يعني تكتب اي حرف اي حرف عشان يدخلك. او مثلا انا هكتب كده، نشوف هيقولك يبعتلك رسالة على الحساب بتاعك اللي هو اللي انت دخلته.
وبعدين هتلاقي الكود اتبعتلك على الجيميل عندك. هتطلع من ده، بعدين تخش على حرف الام ده اللي هو الجيميل بتاعك. بعدين هتخش على الحساب اللي انت دخلته. انا مثلا دخلت الحساب ده، هتحرك البتاع اللي تحت كده، هيجيب لك علامة التحميل دي. بعدين اهو دخلت على اخر رسالة، هاي واسمك اللي انت كتبته. ماشي، هندوس على ده دوسة طويلة، هيعلم لك بقى بالازرق. هتدوس كوبي، وبعدين ترجع تاني على بيكس فيرس وتدوس كده، تدوس على اي خانة من الخانات وخليك انت في الاولى. ماشي، بعدين دوس على الرقم اللي انت كتبته، ندوس كونتينيو. استنى يحمل، يقول لي زي irrigation code is expired، بيقول لك الكود ده صلاحيته انتهت، جرب كود تاني. هدوس ريسنت هنا، بعدين هطلع، هتلاقيه بعت لي كود تاني. هطلع من ده، احدث تاني اهو، شايف بعت لي كود تاني. هنزل واجيبه، بعدين كوبي واطلع، بحذف كل ده واكتب الكود الجديد. وبعدين هيقول لك اكتب النيك نيم بتاعك. تكتب النيك نيم، انا هكتب ايه ده، احمد عبيد، اسمي طبعا اهو. شايف بيديك 60 كريدت، اداني انا 60 كريدت. هننزل كده، فتح معاك الحساب التاني. نجرب بقى الحاجات التانية، مثلا آه مثلا نجرب ده نيوز تمبليت. بعدين نختار الصورة اللي احنا بنختارها، بعدين ندوس كرييت. هنستنى دقيقتين كده يحمل وجهز لي الفيديو بجودة عالية. وبعدين هناخده وندوس على علامة التحميل اللي قلت لكم عليها، اللي هي السهم اللي نازل لتحت، عشان ينزل عندنا على الجاليري في الموبايل. طبعا هنا هتلاقي حاجات كتير خالص، براحتك انت، اختار اللي انت عايزه يعني، ليك الحرية تامة يعني، براحتك. طبعا هنخش على علامة الحساب هنا، هنحدث كده الفيديو جاهز. هتدوس فيو، اهو جاب لنا الفيديو. هنستنى. طبعا انتاج الفيديو جودة عالية جدا، وكويس جدا ما شاء الله يعني، جودة عالية ودقة. نطلع من ده، نخش تاني، نجرب مع بعض الحاجات اللي الناس عاملاها، احنا نحاول نعمل زيها. يعني ناخد البتاع بتاعها، او تحت هنا هتلاقي يوز تمبليت، اللي هو تستخدم الفيديو اللي هم عاملينه. ماشي، انت يعني مثلا نشوف ده عمل فيديو ل... وفينا تحول يمين يمال مثلا. يعني احنا ممكن نستخدم ده او نستخدم حاجة تاني. في حاجات كتير هنا هتلاقيها، تستخدم كل، ممكن تخش على براحتك وتختار اللي انت عايزه يعني. خلينا هنختار من هنا، بعدين نختار اي حاجة تاني نعملها. برضو دي من اللايف ارت، دي من الحاجات الكويسة. انت هتجيب صورة تمثال من على جوجل، اي تمثال. مثلا احنا نخش كده. طبعا ده الصوت بتاع الفيديو اللي احنا هنعمله. بعدين هنخش هنا، نكتب اي اسم تمثال مثلا، بس يكون ليه رجلين عشان يقدر يمشي، يعني ما يكونش رجلين منحوتة مثلا مكسورة كده. يعني مثلا نقول آه نكتب تمثال، هو يختار نشوف لنا تمثال. مثلا نختار اهو التمثال ده مثلا، عشان ليه رجلين يقدر يمشي عليه. دوس عليه. خلينا نخش من على جوجل كروم. نكتب تمثال، تمثال، ندوس.
طبعا هنكتب، بعد ما نكتب هيحمل ويطلع لنا الصور. انا كتبت تمارين، هو كتب افتكر تمارين بطن، مهم يعني. نكتب تمثال هنا. خلينا خلاص نجيبها من هنا احسن. داونلود ايمج تاني. نطلع نخش على بيكسفيرس. ننزل تحت عند Alive Art. فين Alive Art؟ ندوس Use Template. بعدين هندوس على علامة التمثال اللي احنا جبناها وندوس Create. ما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة عشان تدعمونا، وإن شاء الله نبقى قد دعمكم ده وننزل لكم فيديوهات تعجبكم. وإن شاء الله في فيديو قريب هعمل لكم تطبيق ريفيو على تطبيقات كتير تقدر تستخدمها في موبايلك، زي التطبيق ده مثلا، او تطبيقات تقدر تستخدمها بحيث ان تحسن لك جودة شكل موبايلك مثلا كده يعني. هو بيقول لك your video is generating. هنا تدوس على علامة الولد اللي الحساب بتاعك اهو كده ريدي. ندوس قال لك تمثال يتحرك. بسم الله ما شاء الله. تمثال بقاله أكتر من 2000 سنة بيتحرك حاليا. لو الحجم بتاع الفوتوشوب ومش عارف ايه حضر يحط تحتيه تاني يبقى نازل في الشارع وسط الناس كده يعني حياة يعني. مهم. في هنا ممكن دي برضه ممكن تخلي الدب يحضنك، يعني تخيل دب يحضنك. احنا بنخاف من الدب لما نشوفه، هو تلاقي الدب جايلك وبيحضنك. طبعا بينتجوا. طبعا في اشكال كتير تقدر تستخدمها انت. ووريتك برضو ازاي تبدل ما بين الحسابات. لو في اي تعليق ليكم اكتبولي في الكومنتات، واحنا ان شاء الله نحاول نطور من نفسنا ونبقى قد ان شاء الله. طبعا هو بينتجه. video is generating. في اشكال كتير ممكن تعجبك. لان اهو فيو خلصه. ندوس فيو، ندوس هنا لسه بيحمل. كده خلص. ندوس نشوفه. جاب دوب وفوق جايب واحد تاني. كده نزل عندك على الموبايل، عشان احنا بندوس على علامة التعمل نزل لتحت دي فوق. هتطلع بره ده. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وما تنسوناش بقى اللايك والاشتراك. وكان معكم اياد، مع السلامة.